علبة فيوزات سوزوكي فان، مجموعة الفيوزات بتاعة السوزوكي الفان. كل فيوز من ده ليه وظيفة مختلفة عن التانية. هنشرح لكم ان شاء الله في الفيديو دوت كل فيوز بيعمل ايه ووظيفته ايه. دي علبة فيوزات سوزوكي فان قدام حضراتكم اهي. اول فيوز دوت اللي فوق خالص دوت الاولاني ده بتاع الكونتاكت، يبقى اول واحد بتاع الكونتاكت. تاني واحد اللي تحتيه ده على طول بتاع النور الواطي. تاني واحد ده بتاع النور الواطي. اللي جنبه ده بتاع النور العالي. يبقى اول واحد كونتاكت، اتنين نور واطي، تلاتة النور العالي، رقم اربعة ده بتاع البطارية اللي هو الكهرباء، كهربة العربية كلها. يبقى رقم اربعة ده بتاع الكهرباء بتاعت العربية كلها. اللي جنبه ده بتاع المارش اللي هو لقط المارش، لما بتيجي تدور كونتاكت ممكن العربية تقعد تعمل صوت بس ما تدورش معاك. ده بتاع المارش، لقط المارش اللي قدام حضراتكم ده بتاع نور الصالون والكهرباء العمومي. بتاع نور الصالون والكهرباء العمومي. بتاع نور الصالون والكهرباء العمومي. ده بتاع الكاسيت، كاسيت السيارة. طبعا لو ده اتشال كده الكاسيت بيفصل باور خالص، ما بيجيبش اصلا اي كهرباء فيه. لما بتحط الفيوز تاني تشيله وتركبه بيلقط كهرباء الكاسيت وبيشتغل على طول. يبقى كده قلنا ده بتاع الكونتاكت، ده بتاع النور الواطي، ده بتاع النور العالي، دوت بتاع البطارية والكهرباء، ده بتاع نور الصالون كله. وقلنا قدام حضراتكم ده بتاع الكاسيت، ودوت اللي ماسكين الضفيرة بتاعت الكهرباء كلها. اخر فيوزين دول ماسكين الضفيرة بتاعت الكهرباء كلها. يعني بمعنى الكلام لو دول اتشالوا والعربية هتعمل صوت بس مش هتدور، مهما تعمل معاك مش هتدور العربية. اخر فيوزين دول. فاول فيوز قلنا بتاع الكونتاكت، تاني فيوز نور واطي، تالت فيوز نور عالي، الكهرباء بتاعت البطارية، الكاسيت، وده المارش بتاع الدوران. واخر اتنين دولت اللي قدام حضراتكم دول بتوع الكهرباء بتاعت العربية كلها. ودوت اللي هطلعه دوت من هنا اسمه فليشر. فليشر ده بتاع الانتظار اهو، ده بتاع الانتظار، تيجي تدي انتظار واشارات والكلام ده كله. ده اسمه فليشر، تمنه 25 جنيه. ده بيركب بالفيوز ده كده اهو بالعلبة دي بس عشان الاشارات يمين وشمال والانتظار وده كله. يبقى كده زي ما قدام حضراتكم وصفنا لكم اهو. والفيوز ده معلش انا نسيته، ده بتاع الكلاكس، بتاع الكلاكس والاشارات الاتنين مع بعض، كلاكس والاشارات. وفي برضه فليشر تاني زي ده بيعمل تكات، ده العادي ما بيعملش تكات ولا حاجه. في فليشر زيه تاني ب50 جنيه بيعمل زي سكسكه كده، اما تيجي تعمل مثلا يمين او شمال اشارات او انتظار بيعمل صوت تاني جميل جدا برضه مش وحش. يبقى زي ما وضحت لحضراتكم ديت علبة فيوزات سوزوكي فان. كل فيوز من ده ليه وظيفته وليه اهميته. لو اي فيوز من ده مش موجود في مكانه في حاجة هتحصل في العربية، اي عطلة يحصل في العربية، سواء الكاسيت مش هيشتغل، العربية مش هتدور، الكهرباء مش هتوصل للعربية او للمارش، الاشارات مش هتشتغل ولا يمين ولا شمال، ولا الكلاكس يفصل. يبقى كل فيوز من العلبة اللي انتوا شايفينها دي قدام حضراتكم من دي له وظيفة معينة بيقوم بيها. اي فيوز من ده لو اتشال من مكانه وتيجي تدور او مثلا محروق او فصل زي ما انتوا شايفين اهو، حتة الحديدة اللي جوه دي اللي في الفيوز اهي قدام حضراتكم اهي، دي
لو اي عطلة عندك ظهرت في العربية طلع الفيوز شوفه. لو لقيت ان الفيوز من جوه كده مكسور او مقطوم من النص او مش واصل ببعض حتة النيكل اللي جوه دي، يبقى كده العيب في الفيوز. بتشيله وبتجيب واحد بجنيه بتركبه على طول مكانه. متروحش تجري على الميكانيكي بقى والفني وتقول له الحق العربية ما بتدورش، الحق الكاسيت فاصل، الكلام ده لا، انت شوف ده بنفسك الاول. هو فيوز 8 جنيه زي ما انتوا شايفين اهو. الحتة النيكل اللي جوه دي اهي قدام حضراتكم اهي ديت. لو الحتة دي مقطومة او مفصولة عن بعض والكلام ده كله مش واصلة في حتة واحدة كده زي ما هي ماشية كده، يبقى الفيوز ده اتحرق. بتجيب واحد بجنيه وبتحطه مكانه، هتلاقي العطل اللي ما كانش شغال عندك اشتغل وبقى زي الفل. يا رب الفيديو يكون نال اعجابكم، وارجو منكم بقى الاشتراك والاعجاب بالقناة عشان يوصل لكم كله جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده بتاع نور الصالون والكهرباء العمومي، بتاع نور الصالون والكهرباء العمومي، بتاع نور الصالون والكهرباء العمومي. ده بتاع الكاسيت، كاسيت السيارة. طبعا لو ده اتشال كده الكاسيت بيفصل باور خالص، ما بيجيبش اصلا اي كهرباء فيه. لما بتحط الفيوز تاني تشيله وتركبه بيلقط كهرباء الكاسيت وبيشتغل على طول. يبقى كده قلنا ده بتاع الكونتاكت، ده بتاع النور الواطي، ده بتاع النور العالي، دوت بتاع البطارية والكهرباء، ده بتاع نور الصالون كله. وقلنا قدام حضراتكم ده بتاع الكاسيت، ودوت اللي ماسكين الضفيرة بتاعت الكهرباء كلها. اخر فيوزين دول ماسكين الضفيرة بتاعت الكهرباء كلها. يعني بمعنى الكلام لو دول اتشالوا والعربية هتعمل صوت بس مش هتدور، مهما تعمل معاك مش هتدور العربية. اخر فيوزين دول. اول فيوز قلنا بتاع الكونتاكت، تاني فيوز نور واطي، تالت فيوز نور عالي، الكهرباء بتاعت البطارية، الكاسيت، وده المارش بتاع الدوران. واخر اتنين دولت اللي قدام حضراتكم دول بتوع الكهرباء بتاعت العربية كلها. ودوت اللي هطلعه دوت من هنا اسمه فليشر. فليشر ده بتاع الانتظار اهو، ده بتاع الانتظار، تيجي تدي انتظار واشارات والكلام ده كله، ده اسمه فليشر. تمنه 25 جنيه. ده بيركب بالفيوز ده كده اهو بالعلبة دي بس عشان الاشارات يمين وشمال والانتظار وده كله. يبقى كده زي ما قدام حضراتكم وصفنا لكم اهو. والفيوز ده معلش انا نسيته، ده بتاع الكلاكس، بتاع الكلاكس والاشارات الاتنين مع بعض، كلاكس والاشارات. وفي برضه فليشر تاني زي ده بيعمل تكات، ده العادي ما بيعملش تكات ولا حاجه. في فليشر زيه تاني ب50 جنيه بيعمل زي سكسكه كده، اما تيجي تعمل مثلا يمين او شمال اشارات او انتظار بيعمل صوت تاني جميل جدا برضه مش وحش. يبقى زي ما وضحت لحضراتكم ديت علبة فيوزات سوزوكي فان. كل فيوز من ده ليه وظيفته وليه اهميته. لو اي فيوز من ده مش موجود في مكانه في حاجة هتحصل في العربية، اي عطلة يحصل في العربية، سواء الكاسيت مش هيشتغل، العربية مش هتدور، الكهرباء مش هتوصل للعربية او للمارش، الاشارات مش هتشتغل ولا يمين ولا شمال، ولا الكلاكس يفصل. يبقى كل فيوز من العلبة اللي انتوا شايفينها دي قدام حضراتكم من دي له وظيفة معينة بيقوم بيها. اي فيوز من ده لو اتشال من مكانه وتيجي تدور او مثلا محروق او فصل زي ما انتوا شايفين اهو، حتة الحديدة اللي جوه دي اللي في الفيوز اهي قدام حضراتكم اهي دي، لو اي عطلة عندك ظهرت في العربية طلع الفيوز شوفه. لو لقيت ان الفيوز من جوه كده مكسور او مقطوم من النص او مش واصل ببعض حتة النيكل اللي جوه دي، يبقى كده العيب في الفيوز. بتشيله وبتجيب واحد بجنيه بتركبه على طول مكانه.
تروحش تجري على الميكانيكي بقى والفني وتقول له الحق العربيه ما بتدورش، الحق الكاسيت فاصل، الكلام ده لا، انت شوف ده بنفسك الاول. هو فيوز 8 جنيه زي ما انتوا شايفين اهو، الحته النيكل اللي جوه دي اهي قدام حضراتكم اهي ديت. لو الحته دي مقطومه او مفصوله عن بعض والكلام ده كله مش واصله في حته واحده كده زي ما هي ماشيه كده، يبقى الفيوز ده اتحرق. بتجيب واحد بجنيه وبتحطه مكانه، هتلاقي العطل اللي ما كانش شغال عندك اشتغل وبقى زي الفل. يا رب الفيديو يكون نال اعجابكم، وارجو منكم بقى الاشتراك والاعجاب بالقناه عشان يوصل لكم كله جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.